شخصياتك الأربعة يا ترى هما إيه؟ شخصية القيادي والمعبر والودود والمفكر. كل واحد فينا عنده الشخصيات دي. شخصية القيادي، الجزء القيادي فيك هو اللي بياخد القرار ومش بيرجع فيه، ومش بياخد أي قرار كده والسلام، لا ده بياخده وبكل ثقة، مش خايف من ردود أفعال الناس. ما أنت قدام نفسك شخص قوي بيحب الاستمرار، بياخد ريسك، عايز يكون الأفضل، وعندك طاقة تدخل مسابقات وتكون الأول. فيها ديكتاتورية شوية بس حقك، ما أنت بتقرر قرارات مصيرية. والجزء ده لو غالب فيك بيبقى مكانك تكون قائد في المكان اللي بتشتغل فيه، لانك مش هتتحمل حد يمارس عليك دور القياده. بس من ضمن عيوبه انه ما بيسمعش لحد، بيتصرف لوحده وبياخد قرارات سريعه مادام شايفها صح من وجهه نظره. شخصيه المعبر، الجزء ده من شخصيتك بيخليك شايف 100 شخص قدامك هتكلمهم كلهم وتسلم عليهم كلهم ويسلموا عليك. الجزء ده فيك بيخليك ما عندكش اي مشكله انك تتعامل مع كل الناس وتشاركهم افراحهم واحزانهم، تقرب منهم وتحاول كمان تبسطهم. جزء اجتماعي كده بيحب الأضواء والشهرة قدام نفسه، هو نجم وبيقدر يقنع كل اللي حواليه. لو الجزء ده غالب فيك تبقى مكانك تشتغل في مجال العلاقات العامة. من ضمن عيوبه إنك ما تعرفش تحصره في حاجة، تسيبه يروح ويجي زي ما هو حابب، لأنه شخص بيحب المرونة والحرية. شخصية المحلل المفكر، الجزء ده فيك بياخد وقته في التفكير، شخص مخلص جدا بيمشي بالمسطرة، كل حاجة في حياته بالمنطق والتحليل. الحياة بالنسبة له ليها معادلة لازم يحللها عشان يرتب كل أموره ومواقفه بطريقة منظمة. ما ينفعش أي حاجة تبوظ أو تحصل بطريقة عكس ما هو مخطط ليها. الشخص الودود، الشخص ده من نوع الودود، بيحب الناس، تحب تحكي له، يحب يسمع مشاكل الناس ويتعامل معاهم. أكتر شخصية بتعرف أسرار الناس هو شخص بيعرف يوزن أموره من الناحيتين، بيفكر مبتكر وبيعرف يحل. من ضمن عيوبه انه لما بيعرف مشاكل الناس بيروح بيها مش بيتجاهلها، بالعكس ده بيتأثر بيها جدا بشكل كبير. ومن عيوبه انه منبع الاشاعات لو ما كانش متزن. شايفين الشخصيات الاربعة دي موجودة جوه كل واحد فينا، شخصية منهم، كل واحد فينا لكن بنسب مختلفة وحسب حالته المزاجية. لكن شخصية واحدة بتكون طاغية والباقي مستخبي. فيا ترى ايه الشخصية الطاغية عليكم من دول؟ كنت معاكم دكتور أحمد موافي، استشاري الطب النفسي، وإلى اللقاء.